تقريبا من اسبوعين كده كان عندنا افتتاح مسجد السيده نفيسه، وكلنا شفنا الشيخ كده كبير في السن شكله غريب كان ماشي مع الرئيس في افتتاح المسجد، وما كناش عارفين مين ده وجاي مصر ليه ولا ايه الاهتمام القياده السياسيه انها تروح وتقابله وكده. في الفيديو ده هقول لكم مين ده بالظبط، كان جاي يعمل ايه في مصر، ويا ترى زيارته دي سببها ايه، واحنا يعني بنحاول نوصل رساله عامله ازاي. يلا كلنا نعرفه بعد الفاصل. مفضل سيف الدين ده سلطان البقرة في الهند. البقرة دي طائفة كانت موجودة في مصر زمان، وبيتقال إن هما كانوا موجودين عندنا في مصر من أيام الفاطميين، وسابوا مصر وراحوا استقروا في الهند، وعددهم تقريبا 1.5 مليون. كلمة البقرة دي يعني التاجر، يعني التاجر الشاطر يعني. عددهم في مصر دلوقتي تقريبا 850 واحد، وهو أغلبهم هنا في مصر شغال في التجارة. ليهم نشاطات كويسة جدا في مصر، ساهموا في ترميم اكتر من مسجد من ايام الرئيس السادات. يعني مسجد الاقمر هم اللي ساهموا في ترميمه، الحاكم بامر الله، مسجد الحسين، واخيرا مسجد السيده نفيسه. ليهم يعني كطائفه او كمجموعه تبرعوا لصندوق تحيا مصر ب 10 مليون جنيه، بيدعموا مصر ويدعموا القياده السياسيه في مصر. كل ده تمام. وعلى فكره نسيت اقول لكم ان البقره عامه او طائفه البقره دي تنتمي للفرقه الشيعيه، ما اعرفش بقى بتاعه مين او كده، يعني انا ماليش في الكلام ده قوي، بس انتوا ممكن لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر تعملوا عليهم سيرش على النت، كل حاجه عندهم موجوده على النت يعني. كل ده بالنسبه لي تمام. دلوقتي احنا لما نيجي مثلا، فاكرين كلنا كان من كام سنه كده كنا سمعنا ان في مسجد في سينا وانفجر وناس فيه ماتت وحاجات زي كده، وحصلت يعني حصل مشكله وقلق وبتاع. دلوقتي احنا لازم نعرف يا جماعه ان احنا مش موجودين في العالم لوحدنا. الهند اللي منهم طائفه البقره دي فيها اكتر من 5000 ديانه، والهند نفسها فيها يعني تعتبر اكبر مقرات الصناعه في العالم، وبتنافس الصين واللي وكل الكلام الجميل ده. فاهتمام القياده السياسيه او الرئيس الحالي ان هو يقابل سلطان طائفه البقره في الهند. احنا دلوقتي داخلين في تحالف البريكس مع الهند، ودي طائفه ليها عددها 1.5 مليون في الهند، عددها مش قليل، والناس بتاعتها عامه بيساعدوا في مصر، هم اللي بيساعدوا في تطوير المساجد بايديهم. فاحنا لازم في الافتتاحات الحاجات اللي زي كده نبقى احنا موجودين معاها. بس دلوقتي انت بتوصل رساله للعالم كله ان مصر عندها تسامح ديني. انت دلوقتي داخل على عالمين جديده، داخل على السياحه، داخل على تنافس رهيب. الامارات اللي هي دوله الامارات، انت ما تعرفش تعد كميه الجنسيات اللي فيها، سواء شغالين او سواء سياح او سواء ناس نقلت حياتها كلها وعايشه هناك. ده ليه؟ ده بسبب التسامح الديني اللي هناك. دوله عربيه شقيقه يعني فيها كل الطوائف الدينيه وفيها كل الاديان وكل الاعراق. فانت لما توصل للعالم كله ان انت هنا في مصر بتقدر عندك قدر كافي وكبير من التسامح الديني، والقياده السياسيه مهتمه بحاجه زي كده جدا، ما بيفرقش معاها اي حد من اي طائفه او من اي دين، وبتستقبله كويس وبتعامل معاه احسن معامله. انت بتوصل رساله للعالم كله يا جماعه مصر دوله عندها تسامح ديني رهيب، نستقبل كل السياح، كل الاجناس، كل الاعراق مرحب بيهم في مصر، والشعب المصري ما عندوش اي مشكله معاه. وده لازم يبقى موجود الفتره اللي جايه. انت دوله المفروض ده عايز تعمل هنا اكبر دوله خدميه في المنطقه، سواء بالمواني، سواء بمدينه العالمين الجديده اللي هي تقريبا قد مساحه مدينه الاسكندريه، سواء بالمدن اللي عايز تبنيها تاني بعد كده، سواء بالعاصمه الاداريه يعني. فانت بتحاول تعمل مدينه خدميه ومدينه مدينه سياحيه كبيره، والدوله بتتوجه لكده. يعني معلش، يعني دلوقتي لما يجي لك مثلا 100 مليون 150 مليون سايح، لازم تبقى جايه مطمنه ان هو هيجي مش هيحصل عندهم مشكله في مصر، وان ما عندكش انت مشاكل في حاجه زي كده. فصراحه دي حاجه كويسه جدا. وطبعا مرحب باي حد في مصر مهما كان هو مين، ومصر ما عندهاش مشكله مع اي حد خالص، ومرحب وطبعا انا بحيي القياده السياسيه جدا على الحركه دي، وان هي مهتميه ان هي تظهر للعالم كله ان هي فعلا بترحب باي حد يجي مصر. و... وان شاء الله الخير دايما لمصر، واللي جاي احسن ان شاء الله. كان معاكم مؤمن سيد، اشوفكم موجود. سلام.